السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى يا جماعة النهاردة نعمل شوية كفتة مشوية ولا أجدع حاتي في زمانه، ريحة وطعم ما أقولكيش على جمالها يا اخواتي عليها. وشوفوا طرية ازاي. اهم حاجة صباع الكفتة شايفة كش ولا مكشش، بصيلي الحجم ده وشوفيها وهي نية هتلاقي صباع الكفتة مكشش ابدا، لا الطول ولا السمك التخن بتاع صباع الكفتة كشوا. بصوا فنتوا تكشيشة كده صغنونة، مش عارفة ايه التكشيشة دي. تعالوا نشوف عملناها ازاي. عندي كيلو لحمة مفرومة ملبسة، وعندي فلفل رومي اخضر واحمر وبصلايه، ودي كده توم على فلفل اخضر كده بعملها خلطه وبشيلها في الفريزر. البديل بتاعها فص توم واحد، ودي معلقه بهارات كفته بجيبها اكياس كده، كيس الشركات من عند العطار. والسر بتاعنا رغيف عيش بلدي اللي بالرده، وعندي كمان حوالي 200 جرام ليا ضاني فرماها بالسكينه. هنجيب الكبة وننزل بالفلفل والبصل، وكمان هننزل بربطة بقدونس واخدة الورق بتاعها بس، وكمان زي ما قلتلك خلطة التوم بالفلفل دي، والبديل بتاعها فص توم. وهضرب كل الكلام الحلو ده على بعضه لغاية كده متفقين وماشيين مع بعض واحدة واحدة. انا عايزاكي تبقي حياتي النهاردة بعد الفيديو ده في بيتك. بعد كده هصفي الخلطة دي. شايفين الخلطة عاملة ازاي يا جماعة؟ قرن فلفل اخضر وقرن احمر كله رومي، وكمان بصلاية والبقدونس. البقدونس بقى هو اللي مخلي الخلطة مخدرة شوية كده، وكمان المية بتاعتها هتبقى نازلة مخدرة، بس طعم المية وريحتها في منتهى الجمال. واخدة خلاصة الفلفل مع البقدونس والبصل. حلو لغاية كده. صفي بقى زي ما انتي شايفة كده، واحتفظي بالمية. افضل اصفي فيها بالشكل ده. هاخد المية دي اللي انت شايفاها دي واحطها في التلاجة تسقع. بعد ما صفيت الخضار كله هاخد التفل تاني واحطه في الكبة واقطع رغيف العيش عليه. رغيف عيش بلدي بالردة، ده السر يا جماعة، هو ده اللي مش هيخليها تكش ابدا. خلي بالك الرغيف ده احسن من ان انت تحطي بقسماط، احسن من ان انت تحطي برغل، مفيش الكلام ده خالص. بعد كده حطيت ملح وفلفل اسود، وزي ما قلتلك معلقه كبيره مليانه من بهارات الكفته، تجيبيها سايبه من عند العطار او تجيبيها الاكياس بتاعه الشركات زي كنور والجماعه دول، مفيش مشكله. فرمت كله في بعضه. طبعا الرغيف شد اي سوائل موجوده تاني في الخضار بتاعنا، فده كده هيخلي لي اللحمه المفرومه متماسكه جدا، الكفته تكون متماسكه وما تكشش ابدا بامر الله، ولا طعمه بيبان ابدا في اللحمه المفرومه. حطيت بقى اللحمه المفرومه كده كيلو، وبعد كده زي ما قلت لك حوالي 200 جرام ليا ضاني حطيتها كمان عليهم كده. وقلبي كويس قوي. الكفته عشان تنجح معاكي روحها الدهون. يعني انا عندي اللحمه المفرومه ملبسه وكمان زودت عليها ليا. بعد ما عجنت كل ده بقى بجيب معلقه صغيره بيكنج باودر مع معلقه كبيره مليانه بابريكا مدخنه اللي هي بيبقى لونها غامق شويه. الاتنين دول بيتحطوا امتى؟ بعد ما نكون فرمنا اللي فرمناه ودعكنا بايدينا وعجنا اللحمه، تحط البيكنج باودر والبابريكا اخر حاجه خالص. كده العجينه معايا زي الفل، بس طريه شويه، تتحط في التلاجة تريح زي عجينة الحاتي بالظبط. بصوا جمالها، لونها كان جميل. بعد ما حطيتها في التلاجة غطيتها وحطيتها تريح، مسكت بقى الردة اللي في الرغيف بتمتص كل السوائل وتديكي عجينة على قد ما هي عجينة طرية لكن متماسكة. تعالي بقى شوفي السر ده كمان. كل كورة هوزنها بالميزان، انا عايزاها 150. طبعا الناس هتتخض، 150 ده كتير قوي، ازاي الكوره دي كلها هتبقى سيخ؟ علشان الكوره ال 150 دي بتتقسم على السيخ الكبير بتاع الحاتي اللي 3 صوابع، كل صباع بيبقى 50 جرام. يلا يا ستي، اسرار الاسرار اهي، منبع اسرار كفتة الحاتي النهارده. فالكوره الكبيره دي هخليها 150. خلاص لازم هتتقسم على 3 صوابع بالشكل اللي انت شايفاه ده، واحطها في التلاجة تسقع تاني. كل ما تسقع كل ما تتماسك اكتر واكتر. بصوا كيلو اللحمة المفرومة اداني كمية قد ايه؟ والله يا جماعة حسبتها بالظبط بسم الله ما شاء الله، داخلة على كيلو ونص. كيلو ونص عجينة كفتة.
بجيب بقى صينيه مستطيله وبحط فيها الاول ورقه فويل بالشكل ده، وبعد كده بجيب ورقه متنيه كده وبحطها برضو في النص كده بالشكل ده علشان احافظ على الصينيه من اي دهون تنزل انها تلسع الصينيه وتلزق فيها. دي بقى الاسياخ بتاعه الكبابجي، قلت هوريكي لو عندك الاسياخ دي تشتغلي بيها ازاي، ولو ما عندكيش برضه هتعملي ايه، مش هسيبك برضه. ادي السيخ بتاع الكفته ده كده اللي هيتحط عليه الكوره الكبيره اللي زي ما قلنا وزنها 150. وطلعت الميه من التلاجة كانت ساقعه، بمسح السيخ الاول بصوابع ايديا بالميه دي، حلو كده. وبعد كده بجيب الكورة الكبيرة والأول أفردها كلها على السيخ كله، لو عندك السيخ الكبير ده وينفع يدخل في فرن البوتاجاز عندك، حلو قوي. زي ما انت شايفة كده تمط معاكي أو تبتدي تمسك معاكي، حطي ايديكي في المية الساقعة وارجعي بصمي تاني بالشكل ده. افردي العجينة كلها كده على السيخ، وبعد كده قسمي العجينة ل3 صوابع. بصوا اهو فردتها ازاي، دي كده ببصمها بالصباعين بوريكي اهو. وبعد كده هروح جايه بصوا على 3 بقى كده صباع الكفته الواحد وزنه 50 جرام معانا. وبعد كده بروح حاطه السيخ كده مظبطاه على الصينيه دي كده اول كميه معايا، لان انا ما عنديش غير ال4 اسياخ دول، فقلت اوريكي الفكره دي. تدخل على فرن سخن جدا من تحت بس ما تولعيش عليها الشوايه. لو ما عندكيش السياخ الحاتي هاتي العيدان الستيكس بتاعه الشيش طاووق، بس في الحالة دي هتبقى الكورة 50 جرام اللي هي صباع واحد بس. ركزي كده معايا وهي نية الصباع قد ايه، تخن وطول، شوفيلي الصباع قد ايه. دلوقتي بقى ال4 سياخ الاولانيين خرجولي 3 بس، فين السيخ الرابع؟ معلش يا جماعة اتاكل وهي سخنة، كلنا واقفين شامين الريحه. الدهون بقى اللي نزلت في الصينيه من الكفته بروح مولعه كام فحميه على عين البوتاجاز، واروح جايه حطاهم تحت الكفته في الدهون اللي نزلت منها، وانا كده كاني بشوي على الفحم بالظبط. لا كده في دخان دار ولا حاجه، لان انا كده كاني عامله شوايه بالظبط، دي كانها بديل الشوايه، لا كتمنا عليها ولا قفلنا عليها. افضلي لفي بقى في السياخ كده من جميع النواحي، تاخد طعم وريحه الفحم من جميع النواحي. عسل وسكر نفس الحكاية. العيدان اللي طلعت اللي هي كانت 50 جرام برضو عملت فكرة الفحم، وبعد كده رحت واخدة بقى السياخ مفضيها كلها عليها. بصوا كل حاجة سخنة، بصي طالعة ازاي، لا لزقت في السيخ ولا شقت ولا خرمت ولا فرولت، وبسم الله ما شاء الله عليها على الطراوه بتاعتها. شويه اسرار النهارده اورجانيك مش عايزه حد تاني يقول الكفته الحاتي بتفشل مني، بمنتهى البساطه وكل الاسرار طلعت معانا. تعالي نفتحها، شايفه مستويه من جوه مفرغه ازاي، البيكنج باودر عامل عمايله، الله اكبر عليها. يلا نغرف بقى شويه رز حلوين كده، رز المشاوي الاصفر الجميل طري كده ولسه نازل من على النار حالا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بفرده كده في الصينيه. انا قلت النهارده بقى اغرف لهم الصينيه دي ونحط اطباق فاضيه وكل واحد يغرف بقى زي ما هو عايز. وادي الكفته يا جماعه، عايزه اقول لكم ده دول الشويه اللي بقيوا، يعني كل اللي حواليا عمالين يلقطوا من الكفته وهي سخنه. بصوا الصباع، ها كش بقى ابدا، كش طول كش عرض ولا حاجة أبدا أبدا أبدا. امشي على التتبيلة دي هتعملي أحلى شوية كفتة النهاردة، اللهم بارك. شايفين الصينية دي تسوى وتستاهل، تخيلي الكمية دي، ده غير اللي اتاكل يعني. عملناها من كيلو لحمة مفرومة بس. أهم حاجة اللحمة المفرومة تكون ملبسة، يعني فيها نسبة دهون، وحطي عليها أي دهون موجودة عندك. أنا كان عندي ليا ضاني حطيتها. ألف هنا وشفا وسلام عليكم.